وسلم أشد الخلق تواضعا، لا يستنكف لا يستكبر أن يأخذ بيد الأرملة والمسكين والجارية ليقضي لها حاجتها من أقصى المدينة. وإليك الآتي: ذهب النبي إلى السوق ب10 دراهم ليشتري لنفسه قميصا جاهز يعني، فاشترى ب4. وبعدين رآه أنصاري، شوف بقى النكتة بقى اللي ما بتحصلش اليوم دي بقى، فقال له: اكسنيه يا رسول الله، كساك الله من حلل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يراوغ، خلع القميص وأعطاه الأنصاري. طبعا دي ما يحصلش اليوم دي. ورجع فاشترى قميصا آخر ب4 ولبسه النبي، بقي معه درهمان، فوجد بنتا عبد أمة تشتغل عند ناس من الأنصار تبكي، فبتبكي ليه؟ قال: سقط مني درهمان في التراب لأشتري بهما دقيقا لأهلي. فالحمد لله خذي درهمين اهو. قالت: تبكي ليه؟ غبت على أهلي. فلم يستنكف أن يأخذ بيدها النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى صاحب الدقيق واشترى الدقيق ورفعه عنها حتى أتى إلى بيت أسيادها وطرق الباب. السلام عليكم، ما ردوش. السلام عليكم، ما ردوش. السلام عليكم 3 مرة ردوا. فقال: الله، ما حملكم على هذا؟ قالوا: والله ما على وجه الأرض أحد أحب إلينا منك، وأحببنا أن تزيدنا من السلام. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أشخصك إلينا؟ قال: جئت لأشفع في هذه البنت عشان مش تضربوها. فقال: هي لأجل قدومك حرة يا رسول الله. فقال: الحمد لله الذي بارك في ال10 دراهم، كسى الله نبيه قميصا وكسى الأنصاري قميصا وأعتق نسمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تناول النبي للأخلاق مع الناس تناول يهضم فيها نفسه. يا ريت الناس مش فقط نتشدق بالمدائح والأناشيد وبعدين نسيب شخصية النبي ما نقلدهاش. لا 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 لا، شخصية النبي. يا دكتور، نعم، ان احنا عايزين نقول ان هذه الرسول صلى الله عليه وسلم سار واقتدى بهدى الأنبياء السابقين جميل قبله. ويمكن نتذكر قصة سيدنا موسى وابنتي شعيب عندما سقى لهما، فهي أيضا قضاء حوائج الناس. هذه جزئية نتحدث فيها عن الصفات المشتركة بين الأنبياء والمرسلين، وجاء سيدنا محمد ليختم هذه اللبنة ليكون هو خاتم الأنبياء والمرسلين. جميل. الجزئية الثانية في السؤال، وهي أن النبي لم يتصف بهذه الصفات عندما بعث وكان نبيا، ولكن كانت صفاته قبل أن يبعث وقبل أن يكون نبيا، ولقبوه بالصادق الأمين وكل الصفات الحسنة. وهذه كانت يمكن لما كان لقاء هرقل وأبو سفيان ما قدرش أن يكذب على النبي ويقول صفات هي مش موجودة فيه. السيدة خديجة رضي الله عنها الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم كانت عندما ذهب إلى الغار وعاد تقول له أنك لا تصل الرحم تحمل الكل، يعني كل الصفات اللي هي مناداه بها الآن. وبالتالي هي صفة مشتركة بين الأنبياء، هي صفة مميزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلنتحدث عنها ويكون القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى الناس تقول إيه؟ أنا هروح أصلي وأسيب المكتب والأوراق. ده الصلاة والعبادات مقدمة على قضاء حوائج الناس. لا يعلمون أن هي صفة من صفات المؤمنين، وأن النبي والله عز وجل وصى المسلم بها لتكون فطرته النقية. فبالتالي هناك التعارض ما بين العبادات وبين قضاء حوائج الناس. شوفي، ربنا سبحانه وتعالى نظم كل شيء ولم يترك مغرزا لإبرة لقدح أحد. نعم. أو أنه يتزايد على هذا الدين. أولا قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم بيد أخيه فيقضي له حاجة خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا كام عام. شفت بقى، ونعلم أن الصلاة في مسجد النبي تعادل 1000 صلاة. طيب يعني إذا النبي قال كده، اللهم صل عليه عليه السلام. طيب النبي قال إيه؟ أيكم اليوم أصبح صائما؟ ده متفق عليه. الصحابة ما حدش نطق. قال أبو بكر: أنا. أيكم اليوم عاد مريضا؟ ما حدش نطق. قال: أنا يا رسول الله. أيكم اليوم شيع جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أيكم اليوم تبرع بصدقة؟ قال: أنا. يبقى 4 حاجات. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل من أبواب الجنة حيث شاء. فالمسألة قلت في عبادات ومعاملات. عبادات حق الله على العبد، ومعاملات حق العباد على العبد. ودي قضية كبيرة جدا. وخلي بالك، في دواوين بني آدم منا بتقسم يوم القيامة إلى 3
كتب او دواوين. ديوان يغفره الله، ديوان لا يغفره الله، ديوان لا يتركه الله. شو المشكله عشان المشاهدين يسمعوا؟ الديوان الذي لا يغفره الله، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الديوان الذي يغفره الله ظلمك لنفسك، جعت، عطشت، بردت نفسك، اخطأت خطأ بسيط، ان ظلمت نفسي مثلا يعني، لكن ظلم الناس لا يغفره الله الا اذا عفى صاحب المظلمه او صاحب الحق عن الاخر، عشان تبقى عارفه. فدي قضيه كبيره. يعني انا اروح اصلي الظهر واسيب واحد موظف جاي يصرف معاش او جاي يمضي ورقه لابنه عشان في كليه او يعمل اي شيء زي كده؟ لا. طب انت عندك من الساعه 2 ده اخر وظيفتك لغايه الساعه 3 او خليك في الشتاء 2:30 عندك منزع نص ساعه تقدر تصلي فيه من الوقت. فهذا تنطع في الدين. امتى بقى تصلي للصلاه على وقتها؟ ده والله اذا كان عندك فراغ ومش عندك مصالح للعباد وانت متوضي قبلها، وبعدين لا مانع انك تفرش مصليتك وتصلي بدون تعطيل الاخرين، عشان بس في بعض الناس متنطعين بياخدوا الكلام بالمقلوب ويقلبوه على كيفهم. الناس النهارده بتفسر الدين على كيفها، لكن قضاء حاجه المسكين، قضاء حاجه المسكين والارمله وابن السبيل وكل مجتمع مساكين. الله، وحتى لو واحد غني ولا موظف مسكين، طب ايه رايك بقى؟ يعني انت مسكين وانا مسكين. والدليل السفينه اللي كانت في البحر اللي كان بيركبها الجماعه موسى والخضر، وبعدين خرقها سيدنا الخضر وبعدين موسى قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، فسرها له وقال له اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. طب بالله عليكي تقدري انت تشتري سفينه وانا اشتري سفينه؟ ده بكذا تخش على مليون ماشي. يبقى المسكين مش يعني مش يقصد بيه اللي هو يعني على الحديده فقير، ولكن يكون صاحب حاجه. طب انا لما اقضي مصلحه لواحد على نفس هذا المستوى مش يعتبر فعلت فعلا؟ الله تعالى قال واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وبعدين وبالوالدين احسانا وذي القربى والمساكين. ده في التوراه. واليتامى والمساكين. لا، التوراه واليتامى والمساكين. وعندنا وفي الانجيل اتفقت جميع الكتب السماويه على قضاء حوائج هؤلاء، عشان تبقى عارف. وبعدين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما لماذا؟ كان الله قادرا ان يجعل له ابوين يحييان علشان يربوه، لكي يعطف اليتيم. شوف النبي اليتيم على الأمة اليتيمة، وبعدين ايه كمان؟ اليتيم الجوهرة اليتيمة اللي هي مش لها نظير. انا مليتك يتيما، مش في حد زيك صحيح، ولكن ولد يتيما واوصى باليتيم ووصاه الله باليتيم. فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. استني بقى، السائل ده اللي هو الشخص اللي جاي المكتب. والنهارده بصراحه مش السائل فقط الذي لا حسنه او لا ولكن قد يكون له سؤال او طب ما هو السائل اللي بيمضي ورقه والله العظيم امر اكتر من اللي واخد حسنه. نعم. اللي عاوز ياخد تصريح بكذا، اللي عاوز ياخد ما اعرفش بايه، اللي عاوز النهارده المصالح حساسه. نعم. والشؤون بتاعت النهارده غير النبي. حياتك بورقه، مماتك بورقه، صحتك بورقه. نعم. سفرك بورقه، تخرجك بورقه، كل حاجه بورقه. هاتيلي اي حاجه تمشي بورقه. والورق يعني مسؤول عنه موظفون، والموظفون النهارده يعني منهم من يصحو ضميره ومنهم كأهل الكهف أيقاظ النيام. والشطر الثالث إن لم يعطى ويأخذ لا يقضي شيئا. ومش عاوز أتعرض للناس، لأن المفروض المجتمع يبدأ ينهض من سباته ومن رقدته، لأن الإنسان سوف يحاسب بين يدي ربه عن القليل والكثير والفتيل والقطمير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تمام كده؟ تعالى سورة الضحى دي. فأما اليتيم فلا تقهر. فلا تقهر يعني إيه؟ فلا تقهر مش تغلبه، يعني حقه اديله وزيادة. ماشي؟ ده في حالة الأسر. ده الأسر كمان الإيذاء في المشاعر إلى قضاء الحاجة. يعني في قراءة أخرى المعاملة بتقول إيه؟ وسيدنا النبي قال اتقوا دعوة المظلوم ودمعة اليتيم فبينهم ليس بينهم وبين السماء حجاب. ده حديث بيقول إذا بكى اليتيم سقطت دموعه في يد الرب جل جلاله، فيقول يا ملائكتي وسكان عرشي من هذا الذي أبكى هذا اليتيم على الأرض، وعزتي وجلالي من أضحكه وأرضاه لأرضينه يوم القيامة. ومن فرج عن مسلم
فرج الله عنه كربة يوم القيامة. ومن كان في حاجة المسلم كان الله في حاجة. أنا النهاردة وإحنا بنتكلم على الموضوع ده لسه في أسئلة كتيرة. نعم. لكن وإحنا بصدد ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وأنه لعلى خلق عظيم، وكان يقول عن نفسي أدبني ربي فأحسن تأديبي. مش هسيب حضرتك لما تقول لنا ابتهال وبعد كده نرجع تاني نكمل أسئلتنا، لأن يعني هذه هي شهور لابد أن نحتفي ونحتفل بها بسيدنا النبي. والاحتفاء ليس فقط بالذكر ولكن السير على منهجه وسنته، فإذا أحببناه أحيينا سنته، ليس مجرد كلام. لأن المسلم هو سفير للإسلام في كل مكان، المسلم هو قدوة لكل من يتعامل معهم، فيقولون هذا هو الإسلام من خلال تصرفات وسلوكيات المسلم. صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا دكتور وبعدين نرجع نكمل. حاضر. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لم تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كنا المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت للبدر ولا من جمالي واختفى. اللهم صل عليه. نرجع تاني. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وبشكر حضرتك على هذا الأداء الرائع. والأداء بيكون رائع على فكرة عندما يكون القلب شاعرا بهذه الكلمات، متأثرا الوجدان بها. اسمح لنا ناخد هذا التليفون دكتور محمد مع الدكتور عبد الله كامل المفكر الإسلامي. السلام عليكم دكتور عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالدكتور محمد الحسيني، ومرحبا بضيوفك في البرنامج يا ست. ربنا يبارك فيكم يا رب. الله يخليك يا دكتور. واحنا النهارده بنتكلم عن جزئيتين، بنتكلم على قضاء حوائج الناس بين التيسير والتعسير، وبنتكلم عن هذا من خلال شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان نبراسا وكان القدوة الحسنة لكل المسلمين وغير المسلمين. فماذا تقول وتشاركنا الرأي؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبر والتقوى يجب أن يظهر أثره على الناس وعلى من يتعامل معهم. فالبر لا يقتصر على مجرد أداء العبادات، ولكن إذا لم يكن المصلي والمزكي ميسرا للخلق هاشا باشا سمحا فيه صفاء الإسلام وفيه نقاء الإسلام، فلا فائدة في العبادة، لأن العبادة عبارة عن تزكية وتربية للإنسان. نعم. والإنسان المؤمن يكون مثل الشجرة، نافعا بظله ونافعا بثمره، يستفيد منه الناس في حياتهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على مسلم على معسر يسر الله عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس أنفعهم للناس. وهذا النفع من أهمه تفريج الكربات وقضاء المصالح وتيسير العسير. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي أراشي وأهله وهو في مكة ولم يهاجر بعد إلى المدينة، له أموال وديون عند أبي جهل، فأراد الناس
أن يستهزئوا، فقالوا للرجل اذهب إلى هذا الرجل، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي بدينك من عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فمضى معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي جهل وطرق الباب، وقال: خرج إليه أبو جهل وهو في حالة فزع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل باع لك جملا وما طلته في الثمن، وإن مطل الغني ظلم، فأد إليه حقه الآن. فدخل أبو جهل وأتى وأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل دينه. هذه هي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان دائما يغيث الملهوف. نعم، يعيد الحق إلى أصحابه. دكتور عبد الله، يمكن أنا بشكرك على هذه المعلومات القيمة وعلى هذه المداخلة، وتكون معنا ضيفا إن شاء الله في هذا البرنامج نتحدث من خلال الفكر الإسلامي وكيف يتحدث المفكرون الإسلاميون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحيانا القراءات قد تصل بأسلوب سلس وعذب. بشكرك على هذا الاتصال. دكتور بقى محمد، عايزين نختم هذا اللقاء سريعا. مكانة من يقضون حوائج الناس، يمكن بنقول انا هسيب العباده والصلاه والصوم وهخلي اعمل مصلحه الناس ليه؟ ايه اللي هيعود عليا؟ ايه مكانتي؟ ايه المصلحه بتاعتي ان انا هاخدها من ربنا؟ فبالتالي عايزين نوضح في الختام مكانه من يقومون بقضاء حوائج الناس. شوف يا ستي، مثال علي زين العابدين ابن الامام الحسين الذي جده رسول الله، نغسلوه فوجدوا على ظهره بقعا سوداء، فسألوا أهله، قال: كان يحمل بالليل جرب شوالات الدقيق للمساكين في المدينة ولا يحملها غلامه أو خادمه عنه. شوفي عشان بس الناس تتعلم. وكان غلامه ينازعه: عنك يا سيدي، يقول: أنت لا تحمل عني سيئاتي ولا تحمل عني عمل يوم القيامة. الناس النهاردة كتر الشقشقة واللقلقة بالكلام والشعائر الزائفة اللي هي تتمثل في المظاهر، هذه لا تغني من الحق شيئا. أنا عاوز حاجتين اتنين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. المفتاح اللي هيفتح اهو: الذين ينفقون في السراء والضراء. أول باب اهو. قبل إيه؟ قبل الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكلام الذين ينفقون في السراء والضراء، لما تيجي تقربيها هتلاقي المفعول به محذوف، فصير الانفاق عاما. انفاق الوقت لقضاء حاجات الآخرين، انفاق المال لإسعاد الآخرين. يعني يا ستي، لو أنا حجيت مرة خلاص كفاية، الفلوس اللي معايا أقدر أزوج بيها بنات يتامى كتير. دي حتة المجتمع نسيها. ماشي. كمان في المواسم دي بالذات إطعام الطعام. كمان شوفي بقى مباشرة الناس، مش تلجئوا الناس تيجي لغاية أبوابكم، أو يعني أنت في إيدك تيسر على شيء عشان ننهي. عمر بن الخطاب راح يزور واحدة شمطاء كبيرة في السن في المدينة، وبعدين فقالت له، بسألها عن عمر، قالت: سوف أقاضيه أمام الله، عشان مش بيبعت لي ويشوف مصالحي باختصار. فعمر اشترى هذه الشيء ب25 درهم، وأمر عليا أن يكتب هذا. وكان يتبارى هو وسيدنا أبو بكر في قم بيت امرأة عجوز وإطعامها، ولم يستنكف أن يطبخ لامرأة أخرى كانت تضع وهي وهو امرأة. دكتور محمد إسماعيل الحسيني أستاذ بجامعة الأزهر، بشكرك، لكن ما أحوجنا إلى أن نتحدث على الدنيا، وأن الدين جاء لينظم حياة الناس وينظم لنا الدنيا بشكل سليم، وليس الدين منفصل أبدا عن الدنيا. فليتنا نفهم هذا. شوف الشاعر قال إيه في الآخر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه،
وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجوك فيه فإن الحر معوان، وإن أساء مسيء فليكن لك في إعراض زلتي صفح وغفران. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمتي أتطلب الربح مما فيه خسران. أقبل على الروح تستقبل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم لا بالجسم إنسان. بشكرك دكتور محمد إسماعيل حسين أستاذ بجامعة الأزهر على هذا اللقاء الشيق، وبشكركم مشاهدينا. ولكن كما بدأت بالحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبراس والقدوة والنور والضياء، ومهما أخذنا من هذا النبراس وهذا النور لن يقل نوره أبدا، سيظل هو الكوكب الذي يضيء هذا العالم، ليس فقط للمسلمين وليس المنتفعين فقط من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، ولكن كل الدنيا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم صارت دموع العارفين تسيل. حبيبي أنت يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. شكرا للمشاهدين، وألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله على خير في خير الكلام. فيه الهداية والبصيرة والتقى، زاد القلوب فخذ بخير متاعي.